ناعمة قوي يا ايسر. مش دي مش دي بتاعت ال ازيكم يا شباب؟ يلا ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه. حلقه النهارده بره مجال الموتوسيكلات شويه. اخيرا ربنا كرمنا بعد 5 سنين وجبنا وايرلس مايك. كانت رحله بحث صعبه بصراحه، ما قعدتش ادور 5 سنين يعني، بس كانت في الوقت الحالي رحله بحث صعبه شويه. لان انا كان ليا ريكوايرمنتس معينه كده. اول حاجه انا عايز مايك بلوتوث، المايك الجزء فيه يبقى هو نفسه فيه مايك او يركب له كبسول، عشان يعني مايك خارجي عشان اقدر ادخله جوه الخوذه. الرينج بتاعه كويس 30 40 متر مفيش مشكله. وفي نفس الوقت احنا معظم التصوير زي ما انتم شايفين كده بيبقى في الاوت دور، فاحنا عايزين حاجه يبقى الصوت بتاعها كويس، فيها نويز كانسليشن. نزلت دورت، طبعا انا ماليش خبره قوي في مجال المايكس، بس نزلت دورت وقعدت اتفرج على ريفيوهات. اللي اتفرجت عليه حاجه واللي اتطبق على ارض الواقع حاجه تانية، لان مفيش بضاعه من الاخر في السوق عندنا يعني. ربنا كرمني وجبت جودكس موفي ام لينك 1. سعره في وقت تصوير الفيديو شهر فبراير او اول مارس يعني 24 كان سعره 7000 جنيه. هعمل لكم كده ريفيو صغير عن المايك ليه اخواتنا البلوجرز او الفلوجرز بتوع الموتوسيكلات او بتوع اي حاجه تاني، لو المايك عجبهم يقدروا يجيبوا منه تاني. ده مش دعايه للمايك طبعا، بس يعني ده افاده لينا وليهم. اول حاجه انا بتكلم اهو كده من المايك نفسه، وحاطط عليه بيقولوا عليها حاجه كات تقريبا، اللي هي عشان تعزل صوت الهواء لو في صوت هواء. دي اول تجربه، يا رب تكونوا سامعيني كويس. تاني تجربه هنشيلها هي شخصيا، ونجرب كده اهو. 7000 جنيه كانوا يقعوا حالا. ونجرب كده تيست 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 1 2 3. ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه. تالت تجربه بقى هنجرب الكبسول شخصيا ونشوف. طبعا انا هاخدكم في تجربه في الزحمه وعلى الموتوسيكل عشان نسمع صوت المايك. انا كان مالي ومال الشغلانه دي. تسالني ايه اوحش حاجه في الدنيا؟ ان سلك السماعه ايه يتلف، الواحد خلقه ضيق ويقعد ايه يفك فيه. تعبينك معانا يا حاج ايسر. لا يا حبيبي، كده هنجرب بالكبسوله، الصوت شغال كده. بقى ايه هنعمل كده الكبسوله، نعلق ده مثلا، المفروض بيتعلق في الجيب لا مؤاخذه اللي ورا. تيست تيست تيست. ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه. ده كده تيست. المكان هنا الى حد ما هادي ومفيش صوت هوا. هناخدكم نجرب الرينج، يعني مثلا خلينا نمشي كده مسافه. ايه ده وقع؟ مش تقول وقع عشان كان شغال. الصوت كان بعيد بس. مش تقول طيب. معلش يا جماعه اول مره بس. مايك تيست تيست شغال. طيب هناخدكم كده. انا المسافه بيني وبين ايسر حوالي 10 متر. تيست. هل تسمعني؟ الصوت واصل؟ انا هنا اهو. ها ها شغال. اظن انا مش محتاج اكتر من كده. شغال. اوكي كده. في اخبار الصوت ايه؟ تيست تيست تيست. ابتدى يقطع. ده المسافه ابتدي يقطع عندها يعني. آه يا رب الصوت يكون كويس. مايك ده عايز صحة.
هنوريكم مش انبوكسنج عشان ما جبتش العلبه، هنوريكم القطع بتاعه المايك دلوقتي زي ما حالا. احنا يلا شايفين بينا. كده المايك بيجي من قطعتين، ترانزميتر وريسيفر. ده ريسيفر وده الترانزميتر. الترانزميتر فيه اكسترنال مايك وتقدر تركب له كبسول. بيتشحن تايب سي. زرار الباور وزرار زرار الباور وزرار في زرار الناحيه التانية، ده زرار البير لو عملش بير اوتوماتيك. هنا في بلس وماينس، ده حاجه بديله شويه على النويز كانسليشن. البلس والماينس كل ما بتماينس كل ما بيقلل السنسيتيفيتي بتاع المايك فبيلقط من مسافه اقرب، فالى حد ما هي بديل للنويز كانسليشن. زي ما احنا شايفين كده في بار بيبين صوتي يعني ان هو طالع ونازل، وفي زرار علامه ان هو بيرد وعلامه البطاريه في الناحيتين. بس كده. في النهايه يا رب ما نكونش طولنا عليكم. رمضان بعد 10 ايام، كل سنه وانتم طيبين. يا رب يعودوا علينا وعلى الامه العربيه كلها بالخير يا رب. اشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.